الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، وهرين أولا قال يا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله الله سينا سوى فجيي ما أنت أحبابتنا هل كان كل ما أنت أهمال الجمعة taariikhduna ay ku beegan tahay 29 bisha 11 2019 taasoo waafaqaysa hijriyada labada bisha maalmadoon 1441. waxaan maanta halkan ku kulmay axbaab aad u qiimo badan taasoo hadafkoodu u yahay in ay duubaan cajalad. macallimiinta maanta halkaan ku kulmay waxaa ka mid ah macallim aways maxamed mooge ayaa ka mid ah. macallinka labaad waxaa weeye macallim yuusuf aadan cali. macallinka saddexaad oo ah macallim qaasim xamarow oo ku magac dheer qaasim farax. macallinka inooga xiga waxaa weeye macallim cabdulqaadir aways oo ku magac dheer macallim maandheere. macallinka inooga xiga waxaa weeye macallim ibraahim xasan oo ku magac dheer macallin adlaawe. waxaa inooga xiga macallim ibraahim cumar xaaji xasan oo ku magac dheer macallin mashhuur. waxaa kaloo inooga xiga macallim maxamed abuukar macallim oo ku magac dheer macallin baqdaad. sidoo kale waxaa ku xiga anigoo ah macallim maxamed nuur cabdi oo ku magac dheer macallim saqiir. axbaabii, qur-aanka waxaa horta muhiim ah inaan ku tadaburno liwaji ilaahina allah nooga dhigo insha allah. ajir xasanaad allah naga siiyo. waxaa subaca inoo bilaabi doona macallim aways ayaa inoo bilaabi doona. sidoo kale waxaa subaca noo wadi doona insha allahu معلم قاسم إن شاء الله. تفضل. ربي يسر لساننا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فكيف إذا أصابكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله لنا إلا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وأعظهم الله في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وآتيناهم صراطا مستقيما. والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لنبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال وكان الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وإن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يسعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وكل من عند الله فما لها لا يكادون يفقهون حديثا أصابك من حسنة ومن الله وما أصابك من سيئة ومن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وقد الله فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتم ما يبيتون أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستعجلون به ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكون فبأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيرا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له منكم بها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بالحسنة منها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إله إلا هو ويجمعنكم إلى يوم القيامة ما ريب فيه ونرجو من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وأبوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
عليكم الصلاة ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم ومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وطريق رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يا غاضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله وذيلة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلما زادهم الله فضل الله المجاهدين وأيديهم أجر عظيم درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا بها فأولئك لهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت وقد وعده الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغسلوا من الصلاة إن كنتم أن يفتنكم الذين كفروا من الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله للكافرين عذابا مهينا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون وإنهم يعلمون لا تعلمون وجنود الله لا يرجون على الله حكيما. أنزلنا إليك كتابا برحمة تكون بين الناس سبحانك ولا تكن للخائنين عظيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون إن الله لا
ثم يستغفر الله يجد غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا من دونه إلا إناثا ويدعون إلى شيطانا مريدا لا يتخذن من عبادي نصيبا مفروضا لأنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ شيطانا وليا من دون الله فقد ضل ضلالا مبينا وما يزيدهم الشيطان إلا غرورا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجزى من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن بذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة لا يظلمون نقيرا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومسلم وتبع ملة إبراهيم حنيفا وجعل لإبراهيم خليلا ما في السماوات وما في الأرض وجعل الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكروهن والمستضعفين من الرجال أن تقوموا باليتامى بالاستغفار وتقوموا بالعلم فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إرادا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير من أيام وتنكروا وينتصروا وتنتهوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وما استطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تلهوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ويتقوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا خير الناس بيد الآخرين وكان الله على ذلك قديرا ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما لا تتبعوا الهوى
رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. جهنم لهم عذابا أليما. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ونجعلكم بينهم يوم القيامة ويجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا. إلا المنافقين يقاتلون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بين ذلك لا إله أولئك ولا إله ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. المنافقين في الدرك الأسفل من النار والكافرين لهم نصيب. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. خيرا وأنتم وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إلا الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بالله ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات وعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. مع نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف طبعنا عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقولهم غير مكان عليما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اعترفوا بالذي منهم ما لهم به بعلم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا. الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلمناهم موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بإذنه والملائكة يشهدون كفى بالله شهيدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم أن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر إليه جميعا. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين صدقوا وصبروا ويعذبون الآخرين ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا عليكم نورا مبينا. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الأنثيين خير له ما تضلوا والله بكل شيء عليم. الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وإلى السيئات حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أنزلنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين وما متخذ أخدان ومن يكن بإيمان فعل بالعمل وهو في الآخرة خاسرين. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ويجعل عليكم بالعهد ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم إذا والذي وأتاكم به خذوا سبيلا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا واعلموا الاتقى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وإذا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وبما نضرب ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال فاطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فأفعل وصائر الله يحب المحسنين. الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم بيدهم وجعلنا يوم القيامة يصاب ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا كتاب قد جاءكم رسولنا يبين لهم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. من الله نور وكتاب مبين. يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير وما جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعدائكم وتعملوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنها داخلون. من الذين يخافون أنعم الله عليه وادخلوا عليه بالباب وإذا دخلتموه فإنكم غالبون إن كنتم مؤمنين. يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا يا بل قال ربك فاطرها إلا هنا ما عندهم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم فاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون بأرض فيتبعون قوم فاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من لئن المتقين. بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ذلك جزاء الظالمين. والتأخير وقتل الأطفال من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب مواري سوءة أخيه أصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلموا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة وتقبل منهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرمون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين يريد الله أن يطهر قلوبهم في الدنيا سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المحسنين كيف يحكمونك وعندهم التوراة يعلمون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تجتنوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ووفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وموعظة للمتقين ونحكم الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يكن بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فإنما يريد الله ليصيبهم ببعض الذنوب وإن كثيرا من الناس لفاسقون فإن يكون عملا سوء الله فلقوم يؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه من الله لا يهدي القوم الظالمين وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي برجل أمر من عنده على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله إنهم لما عملوا الأعمال فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوما لائم يجري كل ما يبدي من يشاء الله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ويوم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أهل الكتاب هل تؤمنون بالله إلا آمنا بالله مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بظلمهم وترجوا بظلمهم بما كانوا يكذبون. كثيرا منهم يسارعون غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وعبدوا لا إله إلا الله يزال بلاد فساد والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولهديناهم جنات يوم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما رسالته ولا يحسبك من الناس إلا بآيات قوم كافرين. الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه يجب الله ويجب الله الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. يتوبون إلى الله سجود ونعبد الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة تعبدون من دون الله غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا قليلا وضلوا عن سواء السبيل. الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقولون لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم
النبي وما إن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن الرسالة ذلك بأن منهم رسالة الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ما شهدنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق ونتبع فأتبعهم الله بما قالوا كما تدري من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا طيبات ما علمكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدوا عن الله وعن الصلاة الله وأطيعوا الرسول واحذروا أن تولوا واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآثروا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب ومن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وقال أمري أفلا عما سلف ومن عاد فأنذره الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر ودعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم أهل البر ما كنتم حرما لولا إليه تحشرون جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أن الله يهدي بما وأن الله غفور لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث أن لا يا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها إن تبد لكم فلا ولا الله غفور ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حال
عليه آبانا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله يهديكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تعبزونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان يوما نقول شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إن أثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من العيان ويقسمان بالله شهادة الله من جهته ما إنا إذا لمن الظالمين أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم وتولى وسووا الله الآية وهم الفاسقون الله والرسول ويقول ماذا وجدتم على الأيمان إنك أنت أعلم الغيوب قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل أتيتهم بالبينات وقال الذين كفروا بالآيات لا تؤمنون أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد أننا مسلمون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء تأخذها إن كنتم مؤمنين نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعلم عذابا لا يكذب وأنت من العالمين يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت وقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وأن هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم ملك السماوات والأرض وما فيهن وعلى كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده وما أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض ينصرك ويجعلك ويعلم ما تكسبون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لقد كذبوا بالحق
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا عليهم من الأرض ما لم نعبدوا به وجعلنا من بعد عليك كتابا في قرطاس كتب على نفسه الرحمة ويجعلنا بها يوم وله ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم لا يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إنهم يدعون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين إن رسول ربي ولا من عليه يومئذ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يمسسك بخير ونحن شهد أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين أنزلوا أنفسهم وما يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إن أولئك الظالمون ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم الذين كنتم تزعمون إن إلا قالوا ولا يبيع ما كنا مشركين كذبوا على أنفسهم ضلوا ما كانوا يفترون منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا بالحق قالوا ولا ربنا قال فذوقوا بما كنتم تكفرون الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ويحملون أوزارهم على ظهورهم ولا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والدار الآخرة خير للذين يتقون ولا يعملون نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم رسولنا ولا يكذب بكلمات الله ولا جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض ثم ما في السماء وتأتيهم بآية ويرجعون الله كما ولا تكونن من الجاهلين يستجيب الذين يسمعون الموتى بعضهم لعلهم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه فإن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا من الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يهدي إلى صراط مستقيم ورأيتكم إن
قبلك فأخذناهم بالبأساء لعلهم يتضرعون وإذا بأسنا تضرعوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا بلغوا بما أوتوا على فقطع دابر القوم الذين ظلموا ونحن إلى رب العالمين من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إليه غير الله يأتيكم من أجل كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون تكون الأرض ألا الله وحدة وجهة يملك إلا الله ظالمون المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما الذين كذبوا بآياتنا يمسون العذاب بما كانوا يكسبون لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك لا تبي إلى ما يوحى إلي وليس مع البصير ولا يتذكرون الذين يخافون أن يشروا يا رب بلا بدوني ولي ولا سبيل العذاب يتقون الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابي من شيء وما من حسابي عليه من فتكون من الظالمين كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة وقضى من بعده عذابا فإنه غفور رحيم مفسر فإذا السفينة سبيل المجرمين نريد نعود الذين تدعون من دون الله ولا أتبع هواكم قد ضللت فما من المهتدين وإني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلوا به يوم لا يقدر الله غير الفاسدين قل لو أن عندي ما تستعجلون لقل جئت بيني وبينك والله أعلم بالظالمين عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في الأرض ولا يابس إلا بكتاب مبين الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه يوم أجل مسمى ثم يوم الرحمن فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء لكم ردوا إلى الله مولاهم حقها لهم ومن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ينظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يرسلنك الشيطان فلا بيده مع الظالمين الذي يدعو إلى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع
شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أرسلوا بما كسبوا لم يذهبوا بيمينها عذاب أليم بما كانوا يكفرون. وندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدونه إلى هداتنا وإن هدنا الهدى وأمرنا لنسلم رب العالمين. أقيموا الصلاة واتقوا الذي وهو الذي خلق السماوات ورد بالأرض ويقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفع قال إبراهيم لأبيه فلما جن عليه الليل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قال الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أمر فلما أمر قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال تحاجوني بالله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وشاء ربي كل شيء فلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإن بريئا كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أربع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وذريته وإبراهيم واجتبيناه وهديناه إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويكون حبطا ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة وإن يكفر بها وكفرنا بها قوم ليسوا بها بكافرين. الذين هدى الله وبهداهم مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ذكر العالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونه ويوفون كثيرا وجدتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم إلا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها الذين يؤمنون بها والذين يؤمنون بها وعلى يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في
غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون وكنتم على آياتي تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وأننا بينكم وبينهم ما كنتم تزعمون الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون خالق الإصباح وجاعل الليل سبحا والشمس والقمر تقدير العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وسخر الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومصبر ومزاد وفصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وما رجال السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه على كل شيء وكيل ذو الأبصار ويذيق الأبصار واللطيف خبير جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر الذي وما بأبالها ما عليكم بحفيظ كذلك نصرف الآيات وليقولوا تعالى سهل بين ولقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أرحم المشركين لو شاء الله وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم وإلى ربهم أيهم ينبئهم بما كانوا يعملون واعتصموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن